هضرنا وتناقشنا في بزاف ديال المواضيع، وغادي يعاودوا لي على بزاف القصص ديال الناس حطوا يديهم في السحر من باب المعرفه حتى غادي ياكلهم الطمع، وغادي يلقاو راسهم وسط بحر ديال المصايب. السيد غادي يصدمني ماشي بالخلعه ولكن بالمستوى الثقافي اللي عنده، رغم انه غير ولد الباديه والتعليم ديالو كان قليل. غادي نتناقشوا في بزاف ديال الامور وكيفاش ان الانظمه الاجتماعيه والحضارات المتقدمه كتحاول تركب على هذا العالم ديال الماورائيات وتخليه معتم، وتصوروا للناس على انه مجرد خزعبلات وزوبعه في الفنجان. بالرغم من ان العلم الحديث والتقدم التكنولوجي غادي يفشل في تفسير بزاف ديال الحوايج، هادشي كامل كان من اجل جلب الثقه والطاعه العمياء للانظمه الانسانيه فقط. غادي نستافد منه بزاف ديك العشيه، ولكن بقات في بالي ديما الفكره ديال كيفاش بنادم كيصدق هاد الخزعبلات. واش باقي كيتسحب اليوم بلا بنادم الا قرا كتاب فيه تخربيقات غادي يخرج ليه لحياته؟ حنا راه في زمان ملموس. واش نطيق هادشي ولا نجمع حوايجي ونمشي لشي بلاصه ما يلقاني فيها حتى شي واحد؟ غادي نكملوا هضرتنا وغادي نخرجوا بواحد الخلاصه باللي الحل الوحيد اللي عندي هو المساعده ديال واحد الدجال قاطع يده من يد الرحم، هو مشرك في حالي، هو اللي غادي يكون كيتعامل معاهم، يعني الجن والشياطين، هو غادي يقدر يقنعهم بلا داكشي اللي درت غير مجرد خطا وكان عن غير قصد، واخا هما دايرين فحال التران الا خرج من المحطه ما يبقاش كيوقف. هكا قالها لي موحى. الفقيه الصغير غادي يحط الكتاب وغادي يدخل معنا في النقاش، وغادي يقول لنا باللي كاين سيد واحد اللي دارس الكتب كاملين وغادي يقدر يكون قاري حتى شمس المعارف الكبرى، وهو الوحيد اللي غادي يقدر يعاوننا. قال لنا باللي غادي يمشي عنده يجيبو من مدينه الخميسات، خدا الارقام ديالنا وغادي يقول لنا باللي غيتصل بينا في اقرب وقت. تعشينا ديك الليله وغادي يقراو ما تيسر من القران وغادي ينوضوا يمشيو في حاله، غادي يبقاو كيدعيو معايا ولكن بلا ما يقربوا ليا ولا يمسوني. خرجت معاهم وغادي يبقى السي موحى كيوصي فيا وكيصبر فيا وكيقول لي غير صبر، وباللي ما خاصنيش نخرج من الدار بزاف هاد الايام، وغادي يقول لي باللي من اللحظه اللي قررنا اننا نواجهوا هادوك حتى هما غادي يحاولوا ينتقموا مني، وخصوصا العائله ديال البهقاء غادي يديروا المستحيل باش نبقى معاه. غادي ياخذوا 2500 درهم داك النهار، ومنها حتى فلوس المركوب ديال داك السيد اللي غادي يجي من مدينه الخميسات. غادي ندخل بحالي للدار غادي يجيني واحد الجوع في شكال، واخا كنت بحرت عشيت كليت ومشيت نعست بلا ما نبدل حوايجي حيت كنت عيان بزاف. ما كنتش ناعس الليله اللي فاتت وعاد داكشي اللي داز عليا هذا النهار كنت عيان. غادي تضربني الفيقه ولكن 3 ديال الصباح نط من فراشي وانا كنحس براسي في شي شكل، الشعور بحال الا خاصني نعض اي حاجه. غادي نحل المجر ديالي غادي نجبد واحد الباكيه ديال المسكه فلاش غادي ناكلها كامل، 5 المسكات كاملين كنمضغ فيهم وكنحس بحال الا اول مره غادي نمضغ المسكه. خرجت من البيت باش نمشي للحمام وغادي نلقى الوالد جار الباليزه ديالو غادي مسافر. الوالد اللي من نهار خرج من الحبس والعلاقه ديالنا غادا وكتدهور، ما كنتسوقش ليه وحتى هو ما كيهضرش معاه. دزت من حداه وكملت طريقي، دخلت للدوش وغسلت يدي وغسلت وجهي، غادي نهز وجهي في المرايه غادي نبقى كنتامل في راسي بحال الا اول مره غنشوف، وحسيت بالملامح ديالي بحال الا تغير، وليت كنبان صغير وحتى وجهي ولا كيبان رطب. 20 عام في عمري ولكن دابا تقول بحال الا عندي 15. غادي نقول يمكن غير كنتوهم، ولكن كان اللي يهضر معايا تقول لي محال انت عندك 20 عام. فشكال هادشي؟ خرجت من الدوش وجلست في الصالون، ما بقيت بغيت لا نقرا لا نتفرج لا والو. بالي كان مع داكشي اللي سمعت البارح وداك الكلام ديال الفقهاء وداك الكلام ديال البهقاء. غادي نبقى كنمضغ في ديك المسكه حتى غادي يسيل الدم من لساني. منين غادي نشوف الدم غادي نتفكر بلا اليوم ما رعفتش. هادشي في شكل اول مره ما كنرعفش في الليل. نط باش نقولها للوالده، التليفون ديالي غادي يصوني، شكون غيكون كيعيط ليا في هاد الصباح؟ جاوبت الو، غادي يكون الفقيه الصغير. بعدا قالت لي على سميتو يوسف. غادي يبقى كيسولني كيف بقيت وكيف غادي مع الامور. في الاخر غادي يقول لي راه تفاهمت مع السيد وباللي غادي نجيو عندكم نهار الاثنين يعني بعد غدا. غادي نقول ليه واخا مرحبا احنا كنتسناو فيكم. قبل ما نقطع غادي يقول لي بلاتي خاصني واحد الحاجه مهمه. قلت ليه شنو؟ غادي يبقى كيخربق عليا، وفي الاخير غادي يقول لي جبد الكتاب وسير للفصل الفلاني والصفحه الفلانيه واعطيني شنو فيها. انا ما كنتش حامل باقي نشد داك الكتاب في يدي. غادي نقول ليه الوالد سافر وخدا معاه الكتاب يوريه لواحد السيد. منين سمع هذا الشيء هو يقطع عليا بلا ما يقول حتى بسلام. مشيت قلت للوالده شنو كاين ورجعت جلست في البيسي. شويه غادي يبقى فيا الفضول على داك الشيء اللي سولني عليه، ولكن مقوت الخلعه ما قدرتش نقرب الكتاب ولا نشوفه عاوتاني. جالس بوحدي وكل مره تنقول دابا غادي تجي تهضر معايا عاوتاني ولا تخرج ليا مشي قنت. ما وقع والو داك الصباح والنهار كامل دوزته مرتاح، واخا كنت قنطان وكان خاصني نخرج، ولكن غادي نقول ما ناقصنيش مشاكل. غادي نبقى كنطل من الشرجم بحال شي دري صغير ما خلاتوش امو يخرج للزنقه اون فاس غير مع الديور. ما كاين لا بحر لا جرده لا والو، كاين قدامي غير واحد الخربه جميع انواع الجرائم دازوا منها، اغتصاب وقتل وكل شيء.
لقيت حاضي غير ولاد الحومه جالسين كيتكيفوا لتحت، وغادي نستغرب كيفاش انا الوحيد اللي خرجت مزيان في ولاد الحومه، كيفاش الدراري كاملين ولاد الحومه وصحابي اللي دوزت معاهم الطفوله الصغير فيهم محكوم ب7 سنين ديال الحبس. حياتي كامله غادي نتفكرها نهار حليت عيني حتى النهار اللي غادي نجيب فيه الباك، وكيفاش كانوا الناس كيزغرتوا وصحابي هازيني وفرحانين بيا بحال الا شريت برج خليفه. وكانت اميمتي ذاك النهار فرحانه بولدها اللي كان اول واحد جاب الباك في الحومه ديالو. الوالده مسكينه اللي عرفات تربيني وخسرت عليا دم مجوفه وباقا كتخسر فيه لدابا. الهضره الوحيده اللي كنت كنقول من نيتي هي ميمتي سمحي لي ضيعتك في داك الشيء كامل، اما داتي ما عزاتش عليا واخا ضيعت حياتي لا دنيا لا دين. شويه غادي نسمع الصوت ديال المضاربه والعساس كان تيفارق، وانا نتفكر النهار اللي طار قدامي. تفو نسيت ما سولتش بهقاء على داك النهار. رجعت للصالون وبقيت تنقول واش ندوي معاها؟ لا 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 ما خاصني صداع. شويه غادي نزعم وغادي نبقى كنغوت بهقاء بهقاء، وغنبقى كندور في جنابي وكنقلب عليها وانا نقول واقيلا خاصني نغوت بالجهد هكا غتسمعني، وانا نغوت بهقاء بهقاء. شويه وانا نسمع مالك العايل حماقيتي ولا؟ نقصت من بلاصتي، درت وانا نلقى الوالده في الكوزينه وكتضحك عليا. كانت الخوادريه واقفه حداها. الخوادريه ما كنا كنقولوا ليها والو، لحد الان باقي ما فراسها والو. غادي تشوف ماما وغادي تقول ليها واقيلا هذا ولا كيتقرقب هاد الايام. ما ديتهاش فيها وغادي نوض لبيتي. دوزت النهار كامل غير في الباسي وما كليت والو، كنت غير كنشرب الماء بزاف. نعست ديك الليله وغادي نفيق مع الصباح نورمال وناشط وفرحت بزاف ونقول واقيلا ما بقى تابعني والو، يمكن راه تشافيت. فطرت مع الوالده وقلت لها غادي خصني نخرج، راني قنطت في الدار بزاف ولكن ما غاديش تخليني وغادي تبقى كتغوت. ما غاديش نديها في هضرتها وغادي نلبس عليا حوايجي وغادي نخرج للقهوه. جلست مع الدراري صحابي في القهوه وبقينا كنهضروا على داكشي ديال البورطابلات وشي تخربيق، وكنت ما عمري عاودت لشي واحد داكشي اللي وقع ليا. كان معايا واحد الدري صديق ديالي منذ الطفوله، قلت نقدر نعاود ليه ويقدر يعاوني بشي حاجه. قلت غادي نعاود ليه غير شي حاجه بسيطه من داكشي اللي دوزت ونشوف رده الفعل ديالو. قلت ليه راني ديما كنرعف مع 3 ديال الليل وكنشوف شي حوايج ما عادياش. غادي يبقى كيضحك وغادي يقول لي هادشي كيتيقوه غير الجهلاء والدراري الصغار، وغادي يقول لي بالله الا مشيت للطبيب غادي يعرف شنو كاين وشنو السبب. شويه غادي نقلب ليه الموضوع، ومع كان يلاه خدا البيرمي وباقي فرحان بيه. الوالد ديالو كان كيعطيه الطوموبيل، قال لي يلا نخرجوا شويه من المدينه نطلق يدي في السوقان ومنها نبدلوا الجو. قلت لي يلا. مشينا خارجين وكان غادي في الطريق مزيان. شويه كنا غاديين مورا واحد الكاميو ديال الشمندر حتى غادي تفتح داك الشاريو في وسط وجهنا. الدري ما جا فيني فراني حتى خرجوا واحد جوج الشمندرات وضربوا وسط البارت بريز. غادي يهرب على داك الشيء اللي مشت وسط الطريق وغادي يخرج للبيست. انا بديت تنغوش عليه ما تفرانيش ما تفرانيش، وخونا كان باقي جديد في السوقان مازال ما حاكمش الطوموبيل مزيان. مع شاف راسو خرج للبيست والطوموبيل كانت غاديه بكثر من 100 كيلومتر في الساعه، ومع الخلعه انا تنقول ليه ما تفرانيش وهو عاد برك على الفران في خطره واحد. ما حسيت براسي حتى بقيت كنشوف غير الغبره. الطوموبيل غادي تدور بينا، كل ما كناش مرضيين كره جمعونا في تابوت داك النهار. خرجنا والدري تقطع حسو، انا كنهضر معاه وهو كان غير كيشوف فيا. الطريق كانت عامره وتا واحد ما حبس يشوف شنو وقع علينا. من الاخر والله لا عقل عليك شي واحد في هذا الوقت. طلعت هاد المره انا اللي ديماريت وسكت حيت كان مستحيل يسوق هو في هاد الحاله. رجعت سايق بالبات بريز كان فيه غير النص. وصلنا للدخله ديال المدينه وغادي يحبسنا البراج ديال البوليس. بانت ليهم الطوموبيل مهرسه الباربريز وخرج واحد البوليسي بغى يوقفني. اوديش غادي نوقف واش غادي نشرح ليك؟ وانا ما كنت هاز معايا لا بيرمي لا والو. غادي نكسيري وغادي ندوز بسرعه من حداه. غادي يبقى كيصفر عليا وانا ما تلفتش ورايا. ما غادي نفراني حتى للباب ديال الدار ديال الدري. بلاصيتها وقلت ليه هاكا طوموبيلتك انا غنمشي في حالي. دخل لداركم وقول لباك شنو وقع والله يعوض. الحمد لله غير اللي بقينا عايشين. غادي يبقى كيتمتم عليا وما قادرش يقول حتى جمله مفيده. هبطت في حالي وشديت الطاكسي للدار. كي دخلت للدار الوالده وقفت عليا قالت لي مالك علاش كتلهت شنو وقع؟ وانا كنتثبت في راسي وقلت لها لا والو غير يجي بجري وصافي. تلفت في ديك اللحظه ما عرفت واش نوقف ولا نجلس. دخلت لبيتي وحيدت الكاسكاطه ديالي وشويه كنلقى فيها خصلات ديال الشعر طوال بحال ديال البنات. شاد الشي عاوتاني مشيت دوشت ورجعت للبيت. لقيت الضو ديالو محروق وانا ما قادرش نخرج نجيب شي بوله جديده. قلت صافي غادي نعس في الظلمه ونخلي الباب ديال البيت محلول. الوالده غادي تعجب حيت شافتني غادي نعس بكري وانا اللي مولف ما كنعس حتى يصبح الحال. ديك الليله بالضبط عمري ننساها واخا يجيني الزهايمر. شفت جهنم وانا باقي في الدنيا. مع 3 د الليل عيني تفتحوا ماشي حيت رعف ولكن حيت لقيت راسي ناعس واقف. كيفاش؟ ناعس واقف ومربع يدي وسط لي. حليت عيني وما فهمت والو. غادي نشهد وغادي نرجع لبلاصتي. غادي نشوف في السقف ولكن غتبان لي غير الضبابه. نط شعلت الضو ولكن لقيته ما كيشعلش. بغيت نحل الباب ولكن لقيته مسدود.
غادي نتخلع وغادي نبدا كنعيط على الوالده. عييت ما نضرب في الباب ولكن حتى واحد ما سمعني. شويه رجعت كنقلب على الساروت في حوايجي، حتى شويه غادي نتهز نضرب في السقف وغادي نطيح. انا في الاول مع الظلام كان كيتسحاب لي واش طاح عليا الماريه. كي طحت وقفت وبديت تنغوت عاوتاني، حتى غادي نحس براسي يدي ورجلي مربوطين في الفراش. كنبغي نغوت ولكن ما كنقدرش، شي واحد سد ليا فمي، الصوت ديالي ما كانش كيتسمع وبقيت كنبكي. بكيت ديك الليله، بكيت بحال غادي نبكي اخر مره في حياتي، بحال الا حسيت براسي غادي يبداو كيقطعوا فيا دابا. شويه حسيت بشي حاجه بحال الجوقه مجموعه عليا. كنبغي نغوت ولكن لساني كان معقود. غير رمشت بعيني وانا نحس بضربه في وجهي، ما كانتش ضربه بالجهد ولكن حسيت بها في وجهي. غادي نعاود نرمش وغادي نضرب هاد المره بالجهد. الترميشه الثالثه وانا نتسمك بالجهد، ضربه اللي كانت صحيحه حتى نيفي بدا يسيل بالدم.